أهلا بيكم. وصفتنا المرة دي الحواوشي الاسكندراني أو العيش باللحمة. الجديد هنا إننا هنعمل عجينة وهمية مش هتتقطع منك، بجد اختراع. الوصفة ممكن تعتمديها لعمل البيتزا أو المخبوزات، وعلشان كمان ناكل لقمة حلوة مش عجين وخلاص غيرت فيها شوية علشان تكون مشبعة أكتر، وضفت ليها نسبة من دي الحبة الكاملة، وده خلاها أقرب للعيش أبو ردة المصري اللي كلنا بنحبه، ولكن من غير ردة طبعا للي ما بيحبش الردة. وخلطة الحواوشي هنا في الوصفة دي زودت عليها بعض الإضافات اللي هتعزز الطعم وكمان هتوفر معانا في كمية اللحمة. الكيلو الواحد هيعملك حوالي 10 أرغفة مشبعين. تابعوا معايا. هبتدي هنا بالبولش زي ما انتوا شايفين، ممكن تحضريه قبلها بليلة أو تحضريه في نفس اليوم. وزي ما اتفقنا قبل كده في فيديوهاتنا، للي ما يعرفش ايه هو البولش، هو عبارة عن كوباية دقيق، كوباية مية، معلقة سكر صغيرة، معلقة خميرة فورية صغيرة. انا هنا استخدمت الدقيق الاسمر في البولش اللي هو دقيق الحبة الكاملة، لاني حبيت اني ادي العيش او الخبز بتاعي قيمة غذائية اعلى، وكمان عشان يكون مشبع اكتر. ده غير انه هيعليلك جودة الدقيق، وخصوصا لو استخدمتي دقيق متعدد الاستخدامات لانه منخفض البروتين. طبعا لو مش عندك ممكن تشتغلي بدقيق متعدد الاستخدامات عادي، لكن صدقيني بيفرق جدا في النتيجة. وبالنسبة لمكونات الجافة لعمل العجين، أنا عندي هنا كيلو دقيق مخبوزات علشان يدينا عجينة مرنة وليها عرق. هضيف هنا 3 معالق طعام لبن بودرة، نص معلقة صغيرة ملح، ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة فورية مش أكتر. هضيف معلقة طعام سكر، وهقلب المكونات الجافة مع بعض. هضيف هنا البولش على الدقيق مع المكونات الجافة، وعليهم 3 معالق طعام زيت زيتون، طبعا ممكن نستخدمهم زيت ذرة. وبالنسبة للمية عندي هنا 3 كوبايات مية، هبتدي أضيفهم بالتدريج لغاية ما أشوف هياخد معايا قد إيه. واخر حاجة عندي هنا معلقة طعام خل، بتفرق جدا في المعجنات. هبتدي اعجن بايديا، واول ما العجين هيتلم معايا هضيف في النهاية معلقتين طعام زبدة لينة، وده سر ان العجين هيمط معاكي وما يتقطعش. بصراحة بتدي نتيجة هايلة. هنزل هنا العجين قدامي علشان اعرف اشتغل فيه كويس. بمط هنا الاطراف والمها بالشكل ده، وطبعا في طريقة تانية بثبت طرف وبفرد طرف تاني. نلاحظ هنا ان العجينة اغمق شوية من العادي، من اللي هي كلها دقيق ابيض طبعا، وده بسبب كوباية الدقيق الأسمر اللي أنا استخدمتها مع البولش. بنكمل عجن لغاية ما يكون قدامنا عجينة ملساء على قد ما نقدر، ونوصل للمرحلة دي. هلمها بالشكل ده وهنقلها في بولة ممسوحة بالزيت، وهديها هي كمان مسحة من الزيت من فوق، وهغطيها بستريتش راب، وهنسيبها في مكان دافي علشان تخمر لغاية ما يتضاعف حجمها. وهنيجي هنا بقى لخلطة الحواوشي، فيها شوية اختلافات بسيطة عن الحواوشي البلدي. عندي هنا كيلو لحم مفروم، في نسبة من الدهن حوالي 20%، وهنزل عليه ببيضة هتعملي تماسك في الحشوة، معاها معلقة طعام خل أبيض علشان تمنع أي زفارة. وبالنسبة للتوابل، عندي هنا فلفل أسود، كمون، بابريكا، رشة قرفة صغيرة، وزعتر. وعندي هنا 2 مكعب مرق دجاج، ممكن طبعا نستبدلهم بالملح، لكن أنا هخلطهم مع الخضار في الكبة علشان يمتزجوا كويس ويتجانسوا. هنزل الأول بمكعبات المرقة والخضار. عندي هنا عدد 1 فلفل ألوان أو أخضر، ممكن تشكلي طبعا، 4 فصوص توم، 2 بصلة متوسطة، أوراق البقدونس مش العيدان، يعني حوالي نص ربطة مثلا. هنزل بيهم بالتدريج في الكبة حسب حجم الكبة اللي عندك. طبعا مش هنبالغ في الفرم، عايزينهم فرم خشن عشان ما تنزلش معايا المية اللي فيهم. هضيف الخضار اللي انا فرمته على اللحمة، وهكمل فرم باقي كمية الخضار اللي عندي. كل الكلام ده هيدي تيست لذيذ جدا للرغيف الحواوشي، مش هتبقى مجرد لحمة متبلة وخلاص. هضيف هنا معلقة زيت الزيتون اللي فاضلة عندي لان اللحمة ما كانتش دسمة قوي، وهبتدي اقلب المكونات كلها مع بعض لغاية ما تجانسوا. البيضة اللي انا حطيتها هتعملي تماسك في الحشوة ومش هتخليها تقع من الرغيف. هدخل دلوقتي خلطة الحواوشي التلاجة علشان ترتاح، وبرضه لغاية ما اقطع العجين بعد ما اختمر. زي ما احنا شايفين العجين اختمر ازاي، بسم الله ما شاء الله، عجينة ملساء ومرنة. هفرغ منها الهواء وهنقلها قدامي بالشكل ده. هيطلع معاكي حوالي 12 قطعة قد حجم البرتقالة، وهقفلها من تحت وألفها علشان تاخد شكل الكورة. طبعا لازم نشتغل بسرعة، لازم تغطي العجين بتاعك مرة تانية بأي ستريتش أو نايلون عشان ما يعملش قشرة. وبفضل في المرحلة دي ان انا ما اضيفش اي زيت او دقيق علشان العجين يقفل معايا بسهولة. وبرضه هوزع اللحمة الكرات على قد قطع العجين اللي عندي. هبتدي فرد كورتين من العجين، الاولى معايا اهو. ممكن هنا نضيف مسحة من الزيت عشان تساعدني على فرد العجين، بس مش كتير. ولو حسيتي ان العجين لسه بيشد معاكي يبقى هو لسه عايز يرتاح. ركنت القطعة الأولى على جنب، وهبتدي أفرد في التانية. بفرد العجين بحيث يبقى عندي طبقة رقيقة بس مش شفافة، وما تخافيش مش هتتقطع معاكي ادام العجينة مخدومة كويس. وقطعة الزبدة اللي قلنا عليها في بداية الفيديو دي هتفرق معاكي بصراحة.
هفرد هنا حشوة اللحمة على العجين بالراحة، بس بلاش نوصل للأطراف عشان نعرف نقفل الرغيف كويس. هنقل هنا القطعة اللي ابتدينا بيها في الأول فوق حشوة اللحمة بالشكل ده، وبثبت الأطراف وبقفل عليها كويس بالشكل ده. ممكن برضو نقفل الرغيف باستخدام شوكة زي ما احنا شايفين، اختار الأسهل بالنسبة لك. هجيب هنا الصينية اللي هخبز فيها وهنقل الرغيف زي ما احنا شايفين بالشكل ده، ايد على وش الرغيف والايد التانية بترفع الرغيف، وبنزله على الوش اللي قفلنا منه الرغيف، وبشوكة هبتدي اعمل ثقوب في وش الرغيف علشان ما يرتفعش في الفرن. في النهاية بدي الرغيف مسحة من اللبن او القشطة او معلقة زبدة او سمنة سايحة اللي عندك، وبرضو الزيت ينفع علشان ياخد لون حلو ويثبت لي السمسم اللي على الوش. برش رشة بسيطة كده، وممكن برضو تستخدمي حبة البركة. هياخد في الفرن حوالي ربع ساعة على الرف الأوسط، ناخد بالنا إن الفرن يكون سخن كويس وعلى أعلى درجة. الطريقة التانية اللي بحس إن هي أسهل لمعظمنا ودي بتحتاج قطعة واحدة من العجين، بفرد هنا كرة العجين مش كتير قوي، وبحط كرة اللحمة جواها وبلم الأطراف وبقفلها بالشكل ده، وبسيبها ترتاح قبل ما أرجع أفردها، بس طبعا مش أكتر من 10 دقايق، مش عايزينها تخمر. وهعمل واحدة تانية في الوقت ده بشكل مختلف وبتكون واخدة شكل الساندوتش أو نص الدايرة. بفرد العجين بشكل رقيق، ولكن طبعا العجينة هنا مش شفافة، بمط الأطراف زي ما عملنا في الطريقة الأولى. طبعا مش بفرد اللحمة على كل العجين، ولكن على شكل نص دايرة، وبرضو بسيب مسافة على الأطراف علشان أقدر أقفل العجين كويس. بلم هنا طرف العجين على اللحم وبثبت الأطراف وهقفل هنا، وبرضو هرجع أتني الأطراف أكتر علشان أطمن إن كل حاجة تمام. وبجيب الصينية وبغطي الرغيف ده اللي على شكل نص دايرة، وبرضو على الجزء اللي أنا قفلت منه، وبالشوكة بعمل ثقوب على الوش. بالنسبة لكرة العجين دي هي اللي جواها حشوة اللحم ارتاحت، بأكد على تقفيل العجين قبل ما افردها. طبعا الأرغفة دي كلها مش بنسيبها تخمر تاني، وبتدخل الفرن على طول، وهي قعدت معايا حوالي ربع ساعة في الفرن و5 دقايق على الشواية. بسم الله ما شاء الله، اللون جميل من غير إضافة أي بيض على الوش، وبرده من تحت اللون كويس. طبعا أول ما يطلع معاكي من الفرن بنغطيه بأي قماشة نضيفة عندك علشان يطرى معاكي وما ينشفش في الهواء قبل التقديم. واللي لسه ما عملش وصفة الحواوشي الاسكندراني بصراحة فايته كتير، حاجة مختلفة جدا عن الحواوشي البلدي. تابعوني وصفات تانية كتير، واثقة ان هي تعجبكم بإذن الله على قناتي على اليوتيوب المطبخ مع غادة، وعلى باقي مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكواي المطبخ مع غادة، وعلى تيك توك وانستجرام غادة دوت كيتشن 5G، وعلى تويتر غادة _kitchen 5G. دمتم طيبين.